متابعتك المستمرة لكل الأنشطة الرياضية داخل نادي المريخ. أنا بداية بشكر مجلس الإدارة على أنه وفر لي كل سبل النجاح والدعم المستمر لينا طوال مدة البطولات. اللي احنا بدأنا القطاع في 20/8 وبدأناه ب10 أيام على البحر تدريبات ترويحية، ثم انتقلنا إلى الملعب لبدء فترة الإعداد الرئيسية للفرق المختلفة. عندي بالضبط 11 فرقة، وعندي 20 مدرب، وعندي 2 مدربين حراس مرمى، وعندي 2 إداريين. أحمد الله سبحانه وتعالى إن أنا لعبت 82 مباراة للقطاع، لم يتخلف أحد، لم تحدث مشكلة، لم يتأخر فريق عن مبارياته، ملابسه جاهزة، مصروفاته جاهزة، حكامه مصروفات الحكام جاهزة، تخطيط الملاعب، كل ما يلزم المباريات كانت متوفرة الحمد لله، ولم تحدث مشكلة واحدة طوال ال 82 مباراة اللي القطاع لعبها. طبعا أنا يعني كنت أول مرة يعني أتبوأ منصب مدير القطاع، لأن أنا كنت مدير فني النادي في الدوري الممتاز من قبل. العمل في قطاع الناشئين عمل في المقام الأول عمل تربوي وفني. أنت بتربي أجيال. عندي يعني 11 فرقة، الفرقة 25 لعيب مدربينهم بأولياء أمورهم. كل ده محتاج منك تريث في اتخاذ القرار، محتاج منك حل المشاكل بالراحة، تعليماتك المستمرة للمدربين عشان يعني ما ينحرفوش عن المسار المتفق عليه. وكان في هناك اجتماعات مستمرة للمدربين لتوجيههم وإرشادهم، هناك متابعة في الميدانية. الحمد لله رب العالمين لم أتخلف يوم عن تدريب أي فرقة. تعليماتي مستمرة للمدربين، خبراتي بديها لهم، بجانب طبعا اجتماعات المستمرة مع أولياء الأمور لحل أي مشكلة تحصل. كان هناك طبعا بعض الدفوات الصغيرة، ولكن الحمد لله كانت الأمور تسير على خير ما يرام، وانتهى الموسم دون أدنى مشكلة. ولكن هناك تقرير في ملاحظات الفنية، في للأسف الشديد يعني لا أخفي سرا على أحد، لأن دي أمانة النادي سلمها لي، والحمد لله رب العالمين استطعت أن أصل بالسفينة إلى بر الأمان. ولكن هناك تقرير مفصل سيقدم لمجلس الإدارة عن كل فرقة، عن كل مدرب، عن النواحي الإدارية، عن بعض المشاكل الصغيرة اللي كانت بتحصل لابد أن يعلم بها مجلس الإدارة حتى يكون على بينة لمستقبل هذا النادي العظيم اللي كلنا بنحتاجه. أبرز اللاعبين اللي صعدوا من القطاع للفريق الأول؟ عندي 8 لاعبين من القطاع في الفريق الأول، وكان هناك اتجاه لعمل فرقة أمل، ولكن الأحداث اللي حصلت في النادي الأخيرة اللي هي الانتخابات، وطبعا في يعني رئيس نادي جديد، فطبعا له مطلق الحرية في الأمور اللي هتعرض عليه أخذ قرارات. ولكن أنا عندي 8 لعيبة في الفريق الأول، أبرزهم طبعا محمد عروق، عندي مانجا، عندي شعبان، عندي سمير الباكليفت، عندي الطرابيلي، عندي عمر شلبي، عندي الدسوقي. يعني ولاد مميزين جدا، ومستقبل النادي ان شاء الله في الولاد دول باذن الله. احمد محسن برضه، وعندي احمد محسن حارس المرمى، طبعا ده ولد يعني ربنا يكرمه ومنتظر له مستقبل طيب. عندي لعيب مميز في 97 اسمه علاء، ولد برضه ان شاء الله ربنا يكرمه. بعنا 2 لعيبه للنادي المصري من اللعيبه المميزين، عبد الحليم شلاطيمو، وعندي الغنام ده بيلعب سنتر هاف ومنتظر له مستقبل. انا كنت باخده من فريق ال99 بحطه معايا في ال93 وال94 عشان اديله الثقه، لان الولد مؤهل انه يبقى ان شاء الله
يعني شيء جميل باذن الله، ولعيب منتظر له مستقبل قائم.